يا صباح الخير. النهارده هنعمل مع بعضينا القراقيش يعني تكون مقرمشه من بره وتكون طريه من جوه. النهارده هوريكم ازاي تعملوها تطلع معاكم مقرمشه بس في نفس الوقت دايبه خالص. ريحتها وطعمها حلوه جدا. النهارده هنقول على كل الحاجات دي في الفيديو، ازاي تطلع معاكم دايبه وازاي تطلع معاكم في نفس الوقت مقرمشه وتطلع معاكم كمان كريسبي ومن جوه تكون يعني هشه مش مكتومه. بجد احلى اجمل قراقيش هتجربوها وتعملوها، ريحتها بجد جميله جدا وكمان طعمها احلى. النهارده هنعملها بطريقه سهله جدا، يعني بطريقه مبسطه مش معقده. بجد يعني هتعجبكم. انا متاكده بعد الفيديو ده هتقوموا على طول تجربوها. بس قبل ما نبدا الفيديو، لو اول مره تشوفوا قناتي ولسه ما اشتركتوش انزلوا تحت الفيديو اضغطوا على الكلمه بالاحمر واشتركوا، ولو عجبكم فيديو النهارده متنسوش تضغطوا لايك. ويلا بينا نبدا على طول في الطريقه وفي المقادير. هنا معايا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات. هنا لازم نخلطه طبعا في الاول كويس جدا، وممكن كمان تضاعفوا الكميه لو انتوا حابين يعني حسب الرغبه. هضيف معاهم معلقتين كبار من لبن البودره، وكمان هنا معايا 3 معالق كبار من النشا بيخلي يعني القراقيش بتبقى هشه وحلوه جدا. ومعايا كمان معلقه كبيره بيكنج باودر، ومعلقه ونص من الخميره الفوريه. وهنا كمان معايا 4 معالق كبار من السمسم المحمص. كمان هضيف 4 معالق من السكر البودرة. السكر البودرة هنا عشان الخميرة، وكمان بيخلي القراقيش بتبقى يعني شوية مسكرة. هنا بقى معايا معلقة من اليانسون ومعلقة من الشمر. هنا يعني في الأول أنا حمصتهم وبعد كده صفيتهم بالمصفى، يعني نخلتهم. لو انتوا حابين تنخلوهم ممكن تنخلوهم، مش حابين وحابين يبقى ظاهر كده يعني قطع الشمر واليانسون فيها فما تدخلهمش، يعني حطهم على طول. ورشة بسيطة من الملح، وهقلب بقى كل المكونات الجافة دي كلها مع بعض. نقلب بقى المواد الجافة كده كلها مع بعض عشان يختلطوا كويس. هنا بعد كده هبتدي بقى ان انا اضيف المادة الدهنية. هنا انا معايا ميكس ما بين السمنة والزيت، يعني دول تقريبا نص كيلو يعني 500 جرام سمنة وزيت. لو انت حابين ان هي تكون دايبة خالص يبقى هتستعملوا كل الكمية سمنة، يعني 500 جرام من السمنة. لو حابين تجمعوا ما بين الحاجتين ان هي تكون يعني كريسبي وفي نفس الوقت دايبة، يبقى هتعملوا 250 من الزيت وزيهم 250 من السمنة، يعني هتعملوا خليط ما بين السمنة والزيت. لو سمنة بس يعني هتكون معاكم دايبة خالص، لو زيت بس يعني هتستعملوا زيت بس هتكون معاكم يعني شوية ناشفة، يعني هتكون مقرمشة زيادة عن اللزوم. هنا بقى هنعمل زي حفرة كده اهوت علشان نحط الخليط المادة الدهنية اللي هي الزيت والسمنة. اهم حاجة بس ما يكونش يعني ولا الزيت ولا السمنة يكونوا سخنين علشان ما يموتوش معانا الخميرة. هنا يعني السمنة انا دفيتها بس كده في الميكروويف حاجة بسيطة، وضفتها على طول على الدقيق. هنقلب بقى كده يعني نجمع بقى ما بين السمنة والزيت والدقيق، يعني هنخلطهم كده شوية الأول كده مع بعض بالسباتشولا، وبعد كده بقى هنبتدي ان احنا نعجنهم. هنجيب بقى كده بالسباتشولا يعني اللي تحت فوق واللي فوق تحت كده عشان كل يعني الخليط كله يختلط ببعض. وهنبتدي بقى ان احنا نبس كده يعني زي ما بنعمل الكحك بالظبط. لو هنشتغل بالعجان يبقى هنشتغل باللي هو الدراع اللي هو الكف، علشان نعجن مش هنعجنها بس احنا هنا يعني هنخلي ان الدقيق يتشرب من كل كمية الدهون اللي احنا حطيناها، السمنة والزيت. يعني نبس كده لحد ما نلاقي ان خلاص يعني اتشكلت معانا كده في ايدينا، تحسوا ان خلاص يعني بقت زي عجينة، ان الدقيق خلاص شرب السمنة والزيت كويس جدا. هنلم بقى العجينة كده، وبعد كده اخر حاجة بقى هنلم العجينة بتاعتنا بمية. لو انتوا حابين يعني تضيفوا لبن بس انا مش بفضل لبن، اللبن مش بيخلي القراقيش يعني تعيش فترة طويلة، لكن المية احسن. هنبتدي بقى ان احنا نعجنها كده، ننزل يعني بالميه شويه بشويه. هي خدت معايا تقريبا كوبايه وربع. احنا طبعا يعني لازم نختبر العجينه كده واحنا شغالين. العجينه لسه يعني زي ما انتم شايفين لسه مفروله كده في ايدي، فكت على طول، فهي لسه كده محتاجه ميه. اهم حاجه الميه لازم تكون دافيه، يعني ولا ميه ساقعه ولا ميه مغليه، عشان زي ما قلت لكم يعني اي حاجه سخنه او اي حاجه مغليه هتموت معانا الخميره. هنعجن كده وكل شويه ناخد حته في ايدينا كده من العجينه ونختبرها. لو لقيناها لسه يعني اول ما نحطها كده في ايدينا نبص نلاقي ان هي يعني رجعت تاني تفك كده، يبقى لسه محتاجه شويه سوائل.
هنا ضفت لها كمان شويه ميه، وهبتدي بقى ان انا اعجن كده. هنلم العجينه بمجرد بس ان انا هلم العجينه، مش اكتر من كده، يعني احنا مش هنعجن كتير، مجرد بس ان العجينه معانا تتشكل كده وتبقى زي عجينه. وهناخد برضو قطعه صغيره من العجينة. اهم حاجة ان احنا نختبر كل شوية العجينة، لو لقيناها خلاص يعني اتشكلت معانا زي عجينة، ناخد حتة في ايدينا، لانها خلاص يعني اتشكلت معانا وما بترجعش تفك تاني، خلاص بتبقى هي كده مش يعني اتظبطت ومش محتاجة اي سوائل تاني. هغطيها هنا بقى ببلاستيك او ممكن بفوطة نغطيها، بس علشان يعني ما تنشفش معانا، على قد ما نقدر نخلي العجينة يعني تكون دافية، علشان وانتوا بتشكلوها تكون يعني طرية معاكم وما تتعبكوش وانتوا بتشكلوها. احنا طبعا في الشتاء يعني ممكن يعني هتبصوا تلاقوا ان العجينة شوية جمدت معاكم عشان طبعا السمنة، فانتوا هتاخدوها كده ما بين ايديكم وهي هتدفى يعني مع درجة حرارة ايديكم، وانتوا هتبصوا تلاقوا ان هي رجعت تاني لطبيعتها يعني. وبعد كده هتاخدوها يعني يعني زي ما انتوا شايفين كده اهوت زي رول، انا فردتها زي رول كده. وبعد كده هبتدي ان انا اضغط كده يعني بكف ايدي بصوابعي، وهاخد كده يعني من عند الحروف كده، هبتدي ان انا يعني اشيل الزيادات، لو في اي زيادات انا هبتدي انا يعني اشيلها. اهم حاجة ان احنا ما نرفعهاش زيادة عن اللزوم، يعني نخلي بالنا ان هي لما بتخش الفرن القراقيش مش بتزيد حجمها للضعف، يعني هي بتخمر شوية بسيطة في الفرن، بس بتخمر حاجة بسيطة يعني زي الكحك بالظبط. فنخلي بالنا يعني واحنا بنقطعها كده يكون يعني سمك القرقوشة معانا يعني من سنتي لسنتي ونص. سمكها كده حلو جدا، يعني زي ما انتوا شايفين، ولا هي يعني مرتفعة زيادة عن اللزوم، ولا هي يعني ان هي رفيعة، يعني السمك بتاعها ده مناسب قوي. زي ما قلت لكم ما ترفعهاش، يعني هي يعني سمكها لازم يكون من سنتي لسنتي ونص. هنا خدت يعني قطعة تاني برضو دفتها كده ما بين ايدي، وبعد كده ان انا عملتها زي رول كده او زي اسطوانة. وبعد كده برضو هبتدي ان انا اشيل يعني اي زيادات كده في الجنب، هحاول ان انا اشيلها علشان يعني كلها تبقى متساوية. وبعد كده هنبتدي بقى نقطعها يعني قطع كده اهو، زي ما انتم شايفين قطع بالطول. لازم بقى طبعا اهم حاجة لازم نكون مشغلين طبعا الفرن قبليها، هي بتخش على درجة حرارة يعني 180. عشان الفرن عندي كهربا فانا هفتح طبعا الشواية وهفتح كمان المروحة، لكن لو الفرن عندكم يعني بالغاز فانتوا هتفتحوا بس من تحت. وبعد كده اول ما تستوي ولسه ما خدتش لون من فوق هتفتحوا عليها الشواية. انا رصيتها هنا في صينية، يعني انا ما دهنتش خالص ولا سمنة ولا زبدة ولا زيت ولا اي حاجة، ولا حتى يعني كرت فرن، هي يعني فيها الدهون كفاية. فهدخلها بقى الفرن، هي ما بيخمرش يعني القراقيش هي ما بتخمرش خالص، مجرد بس ان انا خلصت وبعد كده دخلتهم على طول الفرن. ده شكلها بجد، ريحتها بجد في منتهى الجمال. هي هتاخد معاكم في الفرن تقريبا يعني 20 دقيقة. هي خدت معايا 20 دقيقة بالظبط، هي خدت لون يعني من تحت ومن فوق عشان انا كنت مشغله لها الشواية ومشغله كمان المروحة. يعني مش قادره اقول لكم بجد ريحتها وطعمها يعني دايبه دايبه، مش قادره اقول لكم بجد جميله جدا يعني رهيبه بجد، لازم تجربوها بالطريقه دي. هي دايبه وكمان يعني زي ما انتم شايفين هشه خالص من جوه، وطعمها كمان وريحتها في منتهى الجمال، ريحه كمان اليانسون والشمر بجد مديالها ريحه خطيره. لازم تجربوها بالطريقة دي، جميلة جدا، اتمنى بجد انتوا تجربوها، وانا متأكدة ان بعد الفيديو ده هتقوموا على طول تجربوها. حلوة جدا كمان بعد الظهر مع كوباية شاي كده اهوت، بجد مش قادرة اقول لكم حكاية، طعمها في منتهى الجمال. وبس كده، اتمنى يكون فيديو النهارده يكون عجبكم، واتمنى تكون القراقيش النهارده هتكون عجبتكم، وجربيها بالطريقه دي وانا متاكده بجد ان هي هتعجبكم. زي ما قلت لكم، لو انتوا عايزينها تكون دايبه خالص في بقكم كده وانتوا بتاكلوها، يبقى هتحطوا كل الكميه سمنه، يعني الماده الدهنيه هتكون سمنه بس. ولو حابين تجمعوا ما بين الحاجتين ان هي تكون دايبه وفي نفس الوقت تكون مقرمشه، يبقى هنحط الكميه نص ونص، يعني نص سمنه ونص زيت. اتمنى يكون فيديو النهارده يكون عجبكم، وبألف هنا على كل هيجرب وصفه النهارده. واشوفكم على خير في فيديو جديد، ولو عجبكم فيديو النهارده متنسوش تحطوا لايك، واشوفكم على خير في فيديو جديد، باي باي.